السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هعمل معاكم مربى الفراولة القمر اللي انتوا شايفينها دي. حاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. طبعا انتوا شايفين قوام الفراولة وشايفين اللون والجمال. وطبعا بقى مش هقول لكم بقى على الطعامة والطعم، حاجة كده في منتهى الجمال. وبرضو هقول لكم ان حاجة البيت مهما كانت بتبقى جميلة ونضيفة واوفر بكتير قوي قوي قوي. طبعا انا عايزة اقول لكم ان بطرمان المربى دلوقتي بقى بكام، وعمره ما هيكون بالجمال ده. شايفين اللون؟ شايفين اللون معاكم؟ تحسوا كده ان انتوا عاملين مربى كريز مش مربى فراولة. حاجة كده عظمة عظمة عظمة، حاجة فاخر من الاخر. قوام ولون وشكل والطعم مش قادرة اقول لكم. ويلا بينا نشوف المكونات. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا معايا 2 كيلو من الفراولة زي ما انتوا شايفين كده، صبحة والعنقود بتاعها اخضر، وشايفين اللون طبعا بتاعها عامل ازاي. طبعا حاجة في منتهى الجمال. اول حاجة بقى هنبدأ بالفراولة. الغسيل لازم تتغسل غسل حلو قوي يا جماعة. انا حطيتها بولة كبيرة ونزلت عليها بمية، وهغسلها بقى مرة واتنين وتلاتة واصفيها بالمصفى بتاعتي لحد ما تنزل كل الرمل وكل الشوائب اللي فيها. وكده طبعا بعد ما اتغسلت وحطيتها تاني في المصفى ديت عشان تصفي ميتها، وهبدأ بقى انضفها واقطعها. طبعا التقطيع ده بقى زي ما انت حابة تعملي تقطيع كبير، حابة تعملي تقطيعات صغننة. انا بحب اعملها كبيرة شوية كده عشان ايه تبقى باينة معايا المربى قطعة. وهبدأ بقى اقطع الكمية كلها زي ما انتم شايفين. دي الكمية كلها اتقطعت معانا، انا قطعتها حجم كبير شوية. طبعا دول 2 كيلو فراولة، يعني كيلو الفراولة بياخد نص كيلو من السكر. يعني المفروض ال2 كيلو الفراولة هياخدوا معايا كيلو من السكر. بس انا بقى مش هحط كيلو من السكر، انا هحط كيلو الا ربع من السكر عشان ما تبقاش مسكرة قوي وزعقة كده معانا. وكمان يعني اما تاكلي منها كده ما تزهقيش او تحسي ان هي جزعت نفسك او قفلت معاكي على طول. وبرده في ناس ما بتحبش الحاجة مسكرة قوي، وفي الناس اللي ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، مرضى السكر الله يعافيهم، برضو ممكن يرضوا يدوقوا ياكلوا حتة كده في سندوتش ولا حاجة ما تبقاش مسكرة قوي. فده مقدار سكر كويس قوي، مش هتكون دلع يعني. وكده بقى انا هسيبها على جنب لما تشرب السكر دوت وتنزل السوائل بتاعتها كلها. وادي كده انا سبتها حوالي ساعة ونص كده زي ما انتوا شايفين. ابتدى السكر يدوب فيها وابتدت تنزل السوائل بتاعتها. هجيب بقى الحلة اللي انا هشتغل بيها. طبعا لازم تكون حلة واسعة كده وكبيرة، لان عامة المربى بتفور وهي بتغلي، فعشان يبقى الحاجة اللي معانا واسعة كده وكبيرة وتفور فيها براحتها، ما تدليش بقى مننا ولا تفور ولا اي حاجة، تبقى معانا حلة واسعة كده وناخد راحتنا. وعلى النار بقى هشغل عليها الاول النار عالية شوية، وهقلب بقى فيها لحد ايه ما تسخن معايا والسكر اللي باقي يدوب. هي كده بدت بقى تغلي معانا زي ما انتوا شايفين. برضو انا ايدي فيها يعني مش هحطها على النار واسيبها، لازم يبقى ايدينا فيها كده يا جماعة، نقلب فيها كل شوية. وزي ما انتوا شايفين كده بدت بقى تنزل السوائل بتاعتها كلها. هسيبها برضو كده على نار عالية. طبعا الفراولة دي من اجمل المربات، بتبقى جميلة وحلوة ومحببة للكبار وللصغيرين، وبتبقى معانا ايه يعني في البيت كده حاجة حلوة مسكرة، سندوتشات على طول، اي حاجة. وكده بقى الفراولة ايه زي ما انتوا شايفين بدت بقى تغلي كده معانا.
والسوائل بتاعتها تتقل شوية. هشيل بقى كل الريم اللي هيطلع على الوش دوت. طبعا لازم يتشال لان الريم ده بيخسر الفراولة لو قعدت شوية يعني معانا. طبعا هي كده بدت معانا بقى في مرحلة الغليان، وهتبدأ بقى ايه تتقل معانا. هنزل ب4 فصوص من القرنفل، ده بيديها ريحة حلوة وطعم حلو وفي نفس الوقت مادة حافظة. وهنزل بقى بربع كوباية صغيرة من عصير الليمون، وهسيبها بقى تغلي. طبعا احنا معانا بقى هنا السوائل بتاعت الفراولة كتير، فانا عشان ما اخسرش السوائل دي اللي بتدينا لون وطعم حلو بجيب معلقتين كبار من الجيلاتينا طبعا النباتي، وبقلبهم في ربع كوباية مية سخنة، وبنزل على الفراولة بيها. ده بيتقل معايا القوام بتاع الفراولة وخلينا احتفظ بالكمية كلها بتاعت السوائل ما تنشفش معايا. وبص الاقي في الاخر خالص معايا عبارة عن حب الفراولة، والمربى معايا بتبقى ناشفة. لا كده انا احتفظت بكمية السوائل كلها، ولا احتجت ان انا ازود لون، ولا احتجت ان انا احط باكت جيلي فراولة عشان يديها طعم ولا عشان يخلي لونها حلو. لا، انا خدت اللون والطعم والقوام كله من الفراولة بتاعتي. ما ضفتش ليها اكتر من معلقتين جيلاتينا تلف الكمية معايا وتقل القوام شوية. وجربوا يا جماعة بالجيلاتينا كده، هما معلقتين بس صغيرين، وشوفوا الجمال واللون والطعم هيبقى معاكم ايه. انا ليه اسيب السوائل بتاعتها لحد ما تتبخر كده وتطلع، ولا الفراولة معايا ناشفة محتاجة احط لها حاجة تطعمها او محتاجة احط لها لون. لا هي كده يبقى لونها وطعمها وسوائلها منها فيها، ما استناش لما السوائل تتبخر. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده الفراولة بسم الله ما شاء الله قوامها كده حلو ومظبوط، وكده استوت معانا زي ما انتوا شايفين كده. تغلي غلوتين وهطفي عليها بقى واركنها على جنب لما تبرد. كده انا سبتها لحد ما بردت، وزي ما انتوا شايفين كده الفراولة عاملة ازاي، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اللهم احسن ما بين ايدينا. انا جبت بولة بيضة كده عشان افضلكم فيها الفراولة تشوفوا القوام بتاعها وتشوفوا اللون عامل ازاي. انتي هتحسي ان انتي مش عاملة مربى فراولة، انتي عاملة كريز يا جماعة، والله هتحسوا ان انتوا عاملين كريز. شايفين اللون بيتكلم عن نفسه، ولا ضفتله اي حاجة ولا اي حاجة تساعد على ان يديني اللون ده. هي كلها كده منها فيها، مع كمان ان الفراولة نفسها لونها كان حلو ونوعها حلو. زي ما انتوا شايفين كده القوام ده طبعا مظبوط جدا لما نحطه في البطرمانات بتاعتنا ونبدأ بقى نحطها في التلاجة او نسيبها لما قوامها يتقل شوية. هتلاقوا حاجة بسم الله ما شاء الله. اللهم احسن ما بين ايدينا، والف هنا وشفا للي هياكل. وبرضو انتي هتوفري، واي برطمانات عندك فاضية بتغسليها وتحطي فيها وتمليها وتركينيها بقى في التلاجة، تحطيها في المطبخ ياكلوا منها، وحاجة نضيفة كده وطعمة. انا عايزة اقول لكم يعني المنظر في منتهى الجمال، وطبعا لون وقوام وطعم كمان، وفي نفس الوقت توفير. طبعا يعني برطمان زي ده دلوقتي لما نروح نجيبه من السوبر ماركت شوفوا بقى بكام، والحاجة بقت غالية جدا. واحنا مبدأنا التوفير ونعمل كل حاجة ببيتنا، ليه ما نعملش كل حاجة ببيتنا ارخص واوفر وانضف وحاجة كده زي الفل. وطبعا بقى مع ايه، مع عيش فينو زي اللي انتوا شايفينه ده كده. ونبدأ بقى ننزل ايه بالفراولة في الساندوتش يا سيدي، على الجمال وعلى الطعامة وعلى اللون. طبعا يعني انتوا مش قادرة اقول لكم على الطعم، لكن انتوا شايفين اللون وشايفين القوام، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. الله اكبر والله احسن ما بين ايدينا. وجربوها واعملوها والله ما هتندموا، وهتوفروا كتير، وتبقى برضو عندكم كل حاجة في البيت.
وحاجة اخر طعامة كده واخر لذاذة واخر جمال. زي ما انتوا شايفين كده الحاجة ما شاء الله زي الفل. طبعا لون مفيش بعد كده، لون طبيعي، لون طبيعي يا جماعة والله، ما فيهاش اي اضافات خالص. ولو بقى الفيديو عجبكم يا ريت لايك وشير، ويا ريت اللايك يا جماعة وشجعوني كده، واللي ما اشتركش في قناتي يشرفني اشتراكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.